حسام حسن عايزين نلعب كوره. كده كده احنا مشوارنا قصير في البطوله، خلينا نتكلم بصراحه. كده كده مشوارنا قصير، مشوارنا يا اما 3 ماتشات يا اما 4 ماتشات. مستحيل يبقى اكتر من كده. ما خلي بالك برضه، يعني لازم تبقى عارف حدودك ايه. تريزيجيه كان بعيد جدا. معلش انت جبت جولين النهارده، انت كنت فين يا حماده في البطوله كلها؟ انت كنت بعيد جدا. انت عشان بتلاعب مستوى بعيد عن اللي انت كنت بتلعبه في القاره في البطوله، فاكيد هتظهر ان انت كويس والتوب والار 2 والكابتن والشو ده ماشي. لا في انت لعيبه مشخص الامور مع تريزيجيه وزيزو. انا بحب امام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وحشتونا جدا يا احبائنا واصحابنا، اصحاب برنامج قعدة كوره، وحشتونا جدا. حلقه النهارده مختلفه جدا جدا، لان كاس الامم الافريقيه 2025 المغرب خلص بالسنغال بطل الكاس على حساب المغرب في الفاينل من اسبوع. منتخب مصر خرج من السيمي فاينل، وكلنا عشنا مزيج من الاحاسيس، اللي كان فرحان ان احنا وصلنا لهذه المرحله، اللي كان زعلان. فكان صعب نطلع في وقتها عشان كنا مليانين بالمشاعر المختلفه المتداخله. فهدينا شويه وطلعنا نعمل حلقه مختلفه، الا وهي ان احنا عايزين نفصص اللي وصلنا له في كاس الامم ده انجاز ولا فشل، وليه واسبابه. ومش بس احنا حبينا نشارك الجمهور نفس الموضوع، نفس الاسئله. قبل ما نصور الحلقه دي بكام يوم حطينا بوست على فيسبوك طلبنا فيه من كل المتابعين بتوع برنامج قعدة كوره ان هم يقولوا لنا رايهم في اللي حصل، يقولوا رد على نفس الاسئله هنناقشها في الحلقه دي. ففي الجزء الاول من الحلقه هنتناقش انا والكباتن اللي معايا في الاستوديو على التفاصيل اللي حصلت من وجهه نظر مختلفه، من وجهه نظر مش مليانه حزن على اللي حصل او فرحه على ان احنا وصلنا لمرحله معينه، هي وجهه نظر تفصيليه لايه بالظبط اللي حصل. وبعدها هنعرض لكم المتابعين بتوع برنامج قعدة كوره كان رايهم ايه، وهم بصراحه بنشكرهم جدا ان هم شاركونا بالراي ده. فعشان نبتدي الاول، عايزك عزيزي المتابع تصلي على النبي، تعمل الفولو المتين بتاعك، ونرحب بالكباتن الكبار. كابتن حسام حسني منور الدنيا حبيبي ليك وحشه والله، والكاميرا وحشانه والله. الله الكاميرا وحشانه كده. كابتن مصطفى الصحراوي، كابتن رقابه، اسطوره المجال. الله يخليك. اتفقنا؟ يعني اتفقنا. يعني واحد بقاله كتير ما صورش ووحشنا الجمهور، وان شاء الله نعمل حلقه لطيفه باذن الله. باذن الله. مش عايزين نمشي مع الموجه، حلو. عايزين نبقى احنا الموجه. الله. مش عايزين نتكلم الكلام اللي اتهرى، خلينا نقول كلام حقيقي. واحنا في الاخر احنا مشجعين، احنا مش بيتحركنا اي حاجه غير احساسنا من ناحيه منتخب مصر. فخلينا نبتدي. احنا هنفصص ايه اللي حصل في كاس الامم، اسبابه، والفتره الجايه هيحصل فيها ايه. خلينا نبتدي باول سؤال. حلو. مصر وصلت في كاس الامم الافريقيه لنصف النهائي، بعد كده خرجت من نصف النهائي، لعبت ثالث ورابع مع نيجيريا، خسرت ثالث ورابع، ما خدناش ولا ميداليه. السؤال، وهسيبك تتكلم براحتك، ابتدي بكابتن مصطفى بعد اذنك. هل تعتبر اللي حصل في كاس الامم الافريقيه انجاز ام فشل، وليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، اول حاجه انا بالنسبه لي منتخب مصر بيلعب بطوله افريقيا، يعني لازم اوصل اضعف الايمان للسيمي فاينل. فانا المفروض دايما اي بطوله بتفرج عليها انا بوصل للسيمي فاينل. ده اللي احنا لازم يبقى التارجت، ان انا بوصل لاخر محطه في البطوله. خلاص. طيب، انا بالنسبه لي اي حاجه غير ان انا افوز بالبطوله ده مش نجاح. مش هقول فشل، بس كلمه فشل دي يعني واحد الدنيا ضاعت خالص. بس انا ما نجحتش. خروجي في السيمي فاينل، او حتى لو خسرت في الفاينل، يعني احنا 2021 و2017 كنا في الفاينل ما كسبناش البطوله. انا مش شايف اي فرق بين 2017 و2021 من 2025. عشان في الثلاث احوال انت ما وصلتش البطوله. النتيجه في الاخر كمان 20 سنه مش هنقول ان احنا وصلنا فاينل ولا سيمي فاينل، هنقول ان احنا ما خدناش البطوله. يعني انت معنى كلامك ان 2019 فشل، 2017 و21 هم عادي، والنجاح هو ان ناخد البطوله. بالظبط. انت لخصت الموضوع. لو انت عايز تقول كلمه فشل، البطوله اللي اتلعبت في مصر 2019 والبطوله الاخيره بتاعت 2023 ده فشل. انت بتلعب وحش جدا، بتعدي المجموعات بالعافيه، بتخسر بعد المجموعات، ده فشل ذريع. لكن احنا ما فشلناش، ولكن احنا ما نجحناش. البيعه بتاعت ان احنا عشان وصلنا السيمي فاينل ده اخرنا والكلام ده، مش عايز اسبق تقول لي ده كده الحمد لله 100 فل و10. لا، مش 100 فل و10، ده مش مكاننا ولا طموحنا في البطوله. فده مش فشل، مش فشل ومش انجاز، ومش انجاز خالص، ومش نجاح اصلا. اوكي.
ماشي، عايز تبرر اسبابك دي ولا في المناقشه بعد لا كده؟ خلينا في المناقشه. طيب مش كابتن مزعل حسام، بس. انجاز فشل عادي وليه؟ خلينا برضو زي ما هاخد من كلام سحار اللي احنا كابتن سحار اللي احنا كمنتخب مصر كمشجعين للكره المصريه بكل تفاصيلها عندنا عقيده في كاس الامم الافريقيه. اول ما بنشوف ان المنتخب دخل كاس الامم الافريقيه احنا عندنا عقيده ان احنا لازم نكون ابطالها، لان احنا ابطال القاره ب7 بطولات، فاحنا عندنا عقيده المنتخب دخل البطوله احنا لازم ننافس عليها. ده اللي احنا متعودين فيها ايا كان بقى احنا داخلين البطوله بمستوى كويس مستوى وحش، احنا على طول اول ما بتبدا اجواء البطوله احنا هدفنا البطوله. ماشي، ولكن دي اسمها امنيات. دي امنيات. الواقع ليس بالامكان افضل من مكان. المنتخب ما كانش يعني انا بشوف ان احنا وصلنا للمرحله دي. انا كويس ان انا وسط الثلاثه التانيين، انا وسط نيجيريا والمغرب والسنغال، انا كويس ان انا وسطهم بالمستوى وبالوضع الكره المصريه، انا كويس ان انا جنبهم، لان انا بعيد جدا بكل التفاصيل بكل احداث الكره المصريه، انا بعيد جدا. اوكي، فده انجاز؟ لا مش انجاز. ما انت لسه قايل كلام عنه ده انجاز. ايوه، لا ده مش ده انجاز بالشكل اللي من بره، بالغلاف اللي من بره. من جوايا انا كحسام لا، انا مش شايف ان ده انجاز خالص. انا شايف ان انا ممكن اكون في النهائي بالتفاصيل اللي مشينا فيها البطوله، انا ممكن ان انا كنت في النهائي واخد البطوله عادي جدا. اوكي، بس ده مش انجاز. ماشي، انت رايك؟ انا رايي مختلف، انت تهت معايا في الراي. لا انا فهمت قصدك بس انت ملخبط او مش ملخبط. الكلام عكس بعض بالمشاعر بالظبط، والتفاصيل. في احساس وفي نفس الوقت في وقائع، فانت دخلت اتنين في بعض. بالظبط. انا رايي هقول لك انا رايي ايه. انا هفرق بين بقى الاحساس وبين المنطق. الاحساس اللي انت قلته صح، العادي ان انا ابقى بطل افريقيا، خصوصا ان انا واحد لما بطوله 2006 بتلعب انا كان عندي 15 16 17 سنه حاجه كده، كنت واعي وشفت بقى 2006 و2008 و2010 وحضرت 98 وانا طفل، فانا لا احنا عادي بناخد البطوله كل شويه، فالعادي ان احنا ناخد البطوله، واي بطوله انا داخلها المفروض اسمي ومقومات مصر كمنتخب في وسط القاره لازم ابقى بطل القاره، هبقى بطلها مره، ابعد مره مرتين ده يبقى كتير قوي واخدها تاني خلاص. ده الاحساس. ولكن المنطق انا شايف ان وصلنا لهذه المرحله في كاس الامم الافريقيه هو انجاز. انجاز بمعنى كلمه انجاز. قبل ما نوصل لكاس الامم اكثر المتفائلين لو سالته بالمنطق هنوصل فين مش باحساسك، هات لي واحد قال لك هنوصل سيمي فاينل. تعرف حد قال هنوصل سيمي فاينل؟ انا كنت قلت تمام ال 16. تعرف حد قال هنوصل سيمي فاينل بالمنطق مش باحساسه؟ بص، هي الناس زي ما بتقعد تزيد، احنا هنخرج مجموعات وهو اصلا ده عمره ما هيحصل بالظروف اللي احنا فيها دي. هنخرج مجموعات. الناس كانت تقول لك كده احنا مش طب ما هنتأهل. البطوله اللي فاتت كنا يا دوب طلعنا مجموعه ب3 نقط يعني. ماشي، بس انت يعني الناس بتأفور برضه. بشكل البطوله دي وصولك للسيمي فاينل ده شيء منطقي يعني. انت كنت تشوف حد قبل البطوله يقول احنا هنوصل سيمي فاينل؟ في متفائل كان بيقول كده؟ لا كان كلام دور الثمانيه برضه بس خلاص. فاكثر متفائلين كان لا يتوقع ان احنا نوصل لسيمي فاينل. وصلنا للسيمي فاينل، ده انجاز. ليه؟ عشان الجمله اللي احنا اتناقشنا فيها قبل البطوله لما قلنا اي نجاح حصل او هيحصل الفتره دي للمنتخب فهو بالصدفه وبمجهودات فرديه وليس بسبب اي نظام عمل يؤدي الى النتيجه دي. خلاص، فاحنا بمجهودات فرديه وصدف وشويه توفيق عرفنا نوصل للمرحله دي. لكن بالمنطق ما كانش ينفع نوصل ابعد من كده. فانا شايف ان هو انجاز. اتفق معاك. تعال بقى نفصص دي اكتر يلا. ونخش جوه السؤال الثاني وخلينا نفصص اكتر. يلا بينا. دلوقتي احنا اتفقنا ان انت حضرتك شايف ان هو عالي، حضرتك شايف ان هو انجاز، بس لا عشان وانا شايف ان هو انجاز. طيب حسام، ايه اسباب الصوره اللي ظهر بها منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه؟ حال الكره المصريه هو ده يتلخص في اللي انت شفته المنتخب. يعني ايه؟ يعني القايمه اللي موجوده مع كابتن حسام حسن ده الكريزه بتوع مصر كلها في الدوري واللعيبه دول الموجودين. فانت مش قادر تلوم الراجل هل في لعيب تاني ممكن ياخده ولا في ناس ظلمها، لا هم دول الموجودين. انت شايف ان عشان بس النقطه دي النقطه دي مهمه جدا. مفيش لعيب تاني بره القايمه كان يستاهل ينضم؟ كان يستاهل ينضم. يعني ماشي. هتقول لعيب مثلا من بيراميدز ممكن كان خده، لكن غير كده هم دول اللقط بتوعنا. ماشي.
اللمط بتوعنا اه. مصطلح اللقط أوكي. يعني الحتت اللي مفيش غيرها. ماشي يعني ما عندكش حد زي امام عاشور فتقول انا ما خدتش ليه ده. ماشي. انت خدت امام عاشور عشان امام عاشور افضل واحد في مكانه في الدوري المصري، رغم اللي هو جاي من حته بعيده جدا، اصابه ومرض وي انا مش هقدر استغنى عن الراجل ده. صح. مروان عطيه برضو نفس الفكره، كان الراجل بعيد بقاله فتره، اصابه مع الاهلي ورجع مضطر ان انت تدخله مع المنتخب لان مفيش غير الناس دي. ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، انا بشوف الناس برضو في الاول في الاخر بشوف ان احنا كافراد ادوا اللي عليهم باللي يقدروا يقدموه، يعني مش شايف اكتر من كده يقدروا يقدموه. هل انت بتلخص اسباب اللي حصل في نادي القماشه؟ بالظبط، هو ده اللي عندك، ما عندكش اكتر من كده. وهرجع واقول لك الكلمه، انا كويس اللي انا وسط المغرب ونيجيريا والسنغال. بس خش لي اتقل من كده ليه يعني دي القماشه؟ هي دي حال الكره المصريه، احنا بعيد. تعالى ارجع بقى، انزل بقى معايا. ما انا سيبك بقى عايز من المحترفين. مفصص بقى، قول. ايوه، ابعد بقى عن قصه المحترفين والمحليين والكلام ده خالص. الدوري المصري صعب جدا. معلش انا لو ده حرقت جدا في قصه الدوري المصري، انا ما عنديش لعيبه، ما فيش لعيب انا دلوقتي بقول عليه انا ده السنه البطوله اللي جايه انا اللعيب ده براهن عليه مع المنتخب. مفيش لعيب انت بتراهن عليه، مفيش مشروع لعيب انت يعني شغال عليه، مفيش اي مشروع يحسسك ان في لعيبه جايه في البطوله اللي بعدها. لا، احنا بنخش وده لعيب بيبقى وليده الصدفه، لعيب هيجتهد في البطوله دي بيبقى بالصدفه. احنا على طول بنعتمد على حماس المصريين. يعني في بطوله افريقيا بنعتمد اللي هو انا مصري وهلعب بروح التيشيرت والكلام ده كله، غير كده لا، احنا بعيد جدا بعيد جدا. انا بعيد، انا مش عاوز اقول حاجات اصعب من كده. قول. لا خلينا بشكل الشيك قوي. يعني لو نزلت التفاصيل الدوري المصري اقول لك العك اللي بيحصل، مش عارف اروح اجيب الاهلي بيعمل ايه والزمالك بيعمل ايه، فده كتر خير الدنيا اللي احنا وصلنا. عايز تقول حاجه تانية في الموضوع ده؟ لا خليني بالشياكه كده. ماشي، انا بحب ان انت شيك. خلينا بالشياكه. كابتن مصطفى، ايه اسباب الصوره اللي ظهر بيها منتخب مصر في كاس الامم الافريقيه اللي انت سميتها ولا هو فشل ولا هو انجاز؟ بص انا هتكلم في نقطتين. قبل البطوله دي في خلال 5-6 شهور منتخب الشباب لعب، منتخب الناشئين لعب، ومنتخب المشارك في البطوله العربيه لعب. 3 فشل ذريع. 10 من 10 فشل. 10 من 10 فشل. فبالتالي احنا مفيش اي مفاجاه في ان احنا ما نجحناش في بطوله افريقيا، يعني ده امتداد للي حصل في ما نجحناش في بطوله افريقيا. ماشي. الامتداد للي حصل في اللي فات. طيب هو حسام بيقول لك انا بيتكلم في الظروف والدوري والمحليين او المحترفين وما الى ذلك. انا ممكن اخش البطوله والبطوله تجيبني. يعني ايه البطوله تجيبني؟ يعني انا ابقى داخل عندي مشاكل بس بخش البطوله بتسخني، مستوى بيعلى في البطوله، اللعيب اللي مش فورمه بيجيب مستوى، الروح والعزيمه وما الى ذلك، روح الفريق وبتاع. مش ده حصل؟ تقدر. لا ده ما حصلش. انا عندي هنا كذا ملحوظه. اول حاجه يعني هتكلم على كام لعيب سريعا، بس ايه اقول لك احنا ليه خلي بالك احنا هنتكلم على لعيبه بتفصيلهم في اخر نقطه، بس انت ممكن تتكلم يعني توجه لهم كلام في اخر نقطه. ماشي. بس دلوقتي ممكن تتكلم عن احداثهم في البطوله يعني. طيب خلاص، يعني انا لو انت هنتكلم بتفصيل اكتر بعدين، بس انا كنت شايف ان في ناس محترفه ما بتلعبش اساسيه ما قدرتش تجيب مستوى في البطوله، وفي 3-4 لعيبه انا شايف ان هم خذلوا حسام حسن. يعني 3-4 دول لو كانوا جايبين الفورمه بتاعتهم كانوا فرقوا كتير جدا معانا في البطوله، لان يعني في فتره كنا محتاجين نعمل تبديلات، ولكن نظرا ان اللعيبه دي في اول ماتشين 3 اثبتوا ان هم مش جاهزين ومش فت ومش هيعملوا معايا فرق، اضطرينا نلعب بخطه مختلفه في اخر ماتشين، واضطرينا ما نعملش تبديلات في اخر ماتشين. لا وضح اكتر، انت هتتكلم في الاخر عن اللعيبه انك توجه لهم رساله، بس دلوقتي انا عايز افهم قصدك. ماشي انا كده ماشي كده انا فهمت. طيب انت عندك صلاح كان عنده مشكله قبل ما يجي. ماشي. انا كنت متوقع ان هو هيجي في البطوله هيعمل بلوت تويست، هيعمل واحده تغيير شديد يدينا يفرق. ما حصلش خالص، بالعكس ده هو زي قبل ما يجي زي البطوله زي بعد ما خلص اصلا. يعني حتى ازاي بقى يا مصطفى؟ ما ده اللي حصل. دراويش صلاح دلوقتي هيقولوا لك ازاي. معلش انت مفيش ماتش صلاح ما عملش معاك لقطه. بص يا رقباوي، صح ولا غلط؟ ما خلينا بس نتكلم. فازاي انت بتقول كده؟ انا بقول لك الرد اللي هيتقال عشان ترد عليه. هو نفسه عارف ان هو في اسوأ مستوى ليه، فدي حاجه مش محتاجه نقعد نتناقش فيها. يعني مش عشان اللقطه بتاعت كل ماتش. انا بقول لك في مليون بوست طالع دلوقتي بيتكلم عن قد ايه انتوا ازاي ناس ما بتفهمش كوره كده، وانتوا ازاي اصلا تقيموا صلاح. ده صلاح في انجح مستوياته وناس كتير جدا ماشيه في الموجه دي، فانت جاي تقولي عكس الكلام. على فكره انا مش بلومه دلوقتي، انا بقول لك ان هو مستواه ما كانش حلو، انا مش بلومه والله، بس هو فعلا هو مش فورمه خالص. ماشي. دي فاكت احنا دي مش هينفع نتكلم فيها. هو الراجل
مش شايف قدامه من اول السيزون، دي حقيقه خلاص مش محتاجين نقعد نتناقش فيها مع حد لان النقاش فيها هو عبث. مرموش دكه، بس انا شايف ان هو عمل مجهود كويس، بس هو جاي برده مش جاهز خلاص. الثلاثه بقى انا قصدي عليهم ان هم ما ساعدوش حسام حسن، وانا وجهه نظري ان هم دول من اكتر الحاجات اللي شدتنا لورا. ممكن اكمل اسم فيهم؟ خمن. الشناوي. لا زيزو. واحد. الشناوي لا. الشناوي ما عملش تاثير مباشر للخروج، او ما عملش تاثير مباشر في المستوى السيء. الشناوي كان تاثير مباشر في المستوى السلبي. طب خلينا نمشي طيب، مع ما كانش الترتيب اللي- عندك لعيب تعرف تبني ورا، انت كنت بتخاف ترجع، لما رجعت مره ورا زيزو هوب متفق حصل معاك، حاجة. بس انا بتكلم كمل، ان في لعيبه كانت ممكن تبقى بتديني تاثير اكتر في مستوى الفريق. زيزو، تريزيجيه، ابراهيم عادل، الثلاثه دول هو انا شايف ان هم خذلوا حسام حسن، خذلوه بشكل مرعب. لما ابتدى اساسي ما اداش خالص، ولما نزل بديل ما كانش موجود خالص. الثلاثه دول لو هم مش هقول لك بيدوا اقصى من فورمتهم، الثلاثه دول لو في فورمتهم الطبيعيه منتخب مصر كان اختلف جدا في المستوى. كان حسام حسن قدر يعمل تشكيلات مختلفه، كان يقدر في فتره من الفترات يسحب لعيبه زي مروان عطيه او حمدي فتحي لو مش عارف يستغنى عنهم، كان ممكن يخلص من واحد فيهم وينزل فرده تساعده. طب عندي سؤال في الحته دي. قول. ايه تفسيرك ان الثلاث اسماء اللي انت قلتهم دول ما كانوش جايبين فورمه، وهم قبل كاس الامم كانوا جايبين فورمه مع الانديه بتاعتهم؟ اختلف معاك بشده. ابراهيم عادل من ساعه ما راح الامارات يعني انا كنت عليه. استثني ابراهيم عادل. زيزو تريزيجيه وتريزيجيه كان- اعتقد اكتر اتنين لعيبه من اول السيزون واخدين يعني انتقاد شديد من جمهور الاهلي. لا معلش، زيزو اخر بالذات، شهرين ثلاثه كانوا عاليين قوي. زيزو بالذات مع المنتخب من ساعه الزمالك وهو في البرايم بتاعه، هو بيدي نفس الانبوت بتاعه. تلخيصا الثلاثه دول ظلموا نفسهم المنتخب معاهم في البطوله. انت لو جيت سالت اي حد احسن اتنين لعيبه في المنتخب ايه في البطوله، هتقول قلبين الدفاع، واحنا عمرنا ما كان احسن لعيبه في المنتخب قلبين الدفاع. هم قلبين الدفاع. اتفضل انت عشان لو عايز واحد تاني قول. لا انا كده خلصت. ماشي. ايه؟ انت دورك. لا دورك انت يا خضاوي. انا برضو هحاول. انا بحب ارجع كده للاسباب الحقيقيه. انا هاخد من كلامك واخد من كلامك، لان انتوا الاثنين ما قلتوش كلام غلط خالص. بس لا، خلينا نفصل اسباب اللي حصل للمنتخب اللي هو اسمه انجاز كمنطق، ولكن كاحساس بالنسبه لي هو فشل كتير قوي، كتير جدا. حد احنا لو قعدنا نقول هم ايه مش هنخلص، بس احنا ممكن نسمي مسميات كده بسيطه. رقم واحد هو سوء مسابقه الدوري المصري اللي حسام اتكلم فيه، ودي جواها تفاصيل كتير، بس كمثال بسيط 2010 لما خدنا البطوله، المنتخب كان وقتها اهلي، زمالك، اسماعيلي، حسب ما انا فاكر، اتحاد، انبي، حرس حدود، وكان في فرقه كمان، ده غير المحترفين. 2010 خلاص. حلو. وقتها الدوري المصري كان فعلا كويس، كان فعلا في منافسه نوعا ما مقارنه بدلوقتي. لا، انت عملت كتير قوي في الدوري من سيء الى اسوأ في السنين اللي فاتت. انت عملت قرارات ليها علاقه باتحاد الكره وتنظيم المسابقه زي الزفت. على فكره وقتها كان فرق اللي في الدوري حسب ما فاكر 16 فرقه او 18 مش فاكر. خلاص. انا بقالي سنين ما بفهمش ليه بيبقى فيه هبوط ساعات وما فيش هبوط، ليه قرارات متاخره، ليه جمهور مش موجود. الجمهور دي كلمه كبيره قوي بالنسبه لي، لان اللعيب مش هيلعب احسن حاجه عنده غير الجمهور. لما انت قلت الاسماء مش موجوده، انا ممكن اتكلم على اسم كمثال، مش قصدي بيه حاجه. محمد هاني، انا شايف محمد هاني عمل بطوله هايله، غلط كام غلطه بس عمل بطوله هايله، ولكن هل في باك يمين في الدوري المصري جنسيته مصري احسن من محمد هاني ال 10 سنين اللي فاتت؟ تخيل انت بتضرب مثل بمحمد هاني. هل في منافس لمحمد هاني؟ ما انا بقول لك تخيل انت بتضرب بمثل بمحمد هاني اللي هو ده التوب، مفيش حد جنبه. ليه؟ انت بتضرب مثلا محمد هاني. انا اصلا معترض ان هو عمل بطوله كويسه اصلا. ايوه ما أنا انت شايف إن هو هو عشان ما غلطش او ما عملش الاخطاء الساذجه اللي هو ساعات بيعملها. عمل كام شوطه على المرمى خطيره، عمل كام فرصه، عمل كام اوفر على راس اللعيب. انت احصائياتك تلاقيها سيئه اصلا. ما هو احنا كده بنتكلم في نفس الدايره. انا شايف ان هو عمل بطوله هايله. ليه؟ زي ما انت قلت عشان ما غلطش. هل هو بقى توب؟ لا. ليه؟ لان هو احسن باك يمين في الدوري المصري في اخر 10 سنين. فخلاص، فانت اصلا عندك مسابقه ما بتطلعش لعيب. فانت لما لغيت قرار ان انت تجيب حارس مرمى محترف، كان عشان ايه؟ عشان مستوى حراسه المرمى في المنتخب يبقى احسن. لو سمحت جاوبني، هل مستوى حراسه المرمى في المنتخب بقى احسن؟ هل احنا النهارده عندنا 8-9 حراس هايلين بختار ما بينهم؟ هو ارجع واقول لك نفس محمد هاني. تخيل انت بتقول
اللي في حته بعيده خالص محمد الشناوي، وهو مستواه اقل من الناس اللي ممكن تكون موجوده، او كلهم شبه بعض. فلو هنتكلم بقى على موضوع اصل محليين او محترفين، الموضوع ملوش علاقه انت محلي ولا محترف، الموضوع ليه علاقه انت لعيب تقيل ولا لا. كواليتي اللعيب. انا ما عنديش لعيب احسن من كده في الدوري المصري بسبب مسابقه بتنهار. احنا مصرين نعتمد على الارث بتاع احنا الدوري المصري من غير ما نحاول نحسن حاجه، وما بنخشش في تفاصيل تنظيميه. دي اول نقطه. تاني نقطه، سوء تاهيل الشباب. قال احنا ولا عندنا بربع جنيه فكره في ازاي بنطور. صلاح ده كان في محمد صلاح كان في ايه؟ كان في بتاعت بطوله بيبسي بتاعت المدارس، صح؟ انت حتى البطوله دي اصلا ما بقتش بتطلع حاجه. يعني انت كنت بتتكلم على السنغال وعلى المغرب، الناس دي انت مش جايب عاملين اكاديميات. حتى الاردن لما شفنا في كاس العرب عاملين اكاديميات متوصله بنظام، النظام ده بيأهل شخصيه ولعبه وكذا. النهارده في واحد صاحبي اسمه كابتن هيثم الليثي، نعمل له منشن كده. الراجل ده بيعمل فيديوهات بقاله فتره عن الكوسه اللي موجوده في القطاعات الناشئين. خلاص، ولما بنوصل لقطاع الناشئين اللعيب ما بيطلعش فريق اول في النادي بتاعه، بيطلع فريق اول وهو عنده 25 سنه فريق ناشئ. خلاص. رقم 3 اختيار المدير الفني للمنتخب. احنا ما عندناش حد فاهم ماسك منصب مهم يمسك بيه الدوري او يمسك بيه منظومه الكوره في مصر. احنا مدينها لاسامي صباح الفل. فلما انا اقول انا مبسوط ان انا وصلت سيمي فاينل، عشان احنا قبل البطوله لو تفتكروا كنا قلنا المنتخبات الثانيه بقت عندها اعداد فني ونفسي وطبي و انت ما بتعملش ربع الكلام ده. انت بتعتمد على ايه؟ على ان انت فاهم سنه تكتيك مع شويه روح مع وقلنا وقتها، انا فاكر سالني حسام تفتكر ده هيودينا في حته؟ قلت لي صعب. سالنا انا قلت لك هيودينا في حته، بس في الاخر هم هيبقى معاهم الكلام ده بلس الاعداد. انت قلت لي الروح ممكن توديه. خلاص، وانا صدقت ده على فكره. يعني انا فاكر في جزء من البطوله فكرت، انا فاكر مصطفى نعمل كده بالذات كان في ماتش كوت ديفوار، قد ايه الروح فرقت معانا. فانا قاعد بهين في نفسي من ناحيه تنظيم مسابقه، من ناحيه اعداد، من ناحيه جمهور، من ناحيه ان انت تطلع كوادر تبني، من ناحيه تنظيم مسابقه، من ناحيه مواعيد ماتشات، من كل حاجه من سيء الى اسوأ. وبعدين وصلت للمرحله دي، حتى يا اخي في ان انت ازاي تدفع فلوس للمدير الفني بتاعك. خلاص، لحد ما وصلت انت ما عندكش اصلا اختيار غير كابتن حسام حسن. يعني احنا اخترنا كابتن حسام حسن اخر كارت، لانه فعلا ما فيش غيره. خلاص. خليني اسالك سؤال، هو النجاح صعب؟ ماشي، عشان تنجح محتاج ايه؟ خطه. هل انت عندك خطه؟ لا. طب هل انت فكرت تحط خطه عشان تنجح بيها؟ هل فكرت 2038 ان شاء الله مشروع الهدف؟ ماشي. هل في مره من المرات من سنه 50 لحد 2025 لقيت في الكوره المصريه حد بيفكر يحط بلان للسنه الجايه؟ بيحطوا. خليني اقول لك على حاجه. بيحطوا والله، بس خليني اقول لك على حاجه بس. حمصي يعني. مصر في حال الكره المصريه هيفضل كده طول عمره. الكره المصريه هتفضل كده، هنفضل كده، هنخش كده، هنعيش كده، مش هنعمل اي تطور. وانا اهو وانت اهو، مصر هتفضل كده في الكوره، ولا يحصل اي تطور، ولا هتلاقي اكاديميه في مره بتحصل بتطلع لعيب. انا واثق ان دي مصر هتفضل كده في الكوره طول ما قائمين كده، طول ما بالصدفه. خلينا نخش النقطه اللي بعدها عشان ننجز. ابتديت بيك انت المره اللي فاتت؟ ابتديت بيا بعد كده رحت له. ايوه يعني المره اللي فاتت يبقى لك انت بقى. ماشي. تعليقك على تنظيم بطوله كاس الامم الافريقيه اللي في المغرب وعلاقته بالمنتخب، هل هو اثر ام لم يؤثر في مشوار المنتخب؟ منتخبنا مصر. تعليقك على المغرب وتنظيمها، وطبعا تطرق وتطرف لاحداث الفاينل بين المغرب والسنغال. اوكي طيب، هنتكلم تنظيميا. بصراحه بطوله تنظيميا كانت كويسه. ماشي. خلينا نقول ملاعب ممتازه فوق الممتاز، هم بيستعدوا لكاس العالم كمان كام سنه، فهم عندهم بنيه تحتيه خطيره، ملاعب ممتازه، الجمهور في بدايه البطوله كان بيدعمنا. ماشي. بس انا حاسس ان الموضوع ده واضح ان عندهم هناك في الاعلام حصل انتقاد للموضوع، فالموضوع قلب. يعني بدل ما لا اشرح لي بقى دي عشان دي مهمه. انت الناس كانت بتشجعك اول ماتشين، هوب الدنيا اتقلبت. واضح ان بشكل ما عادي. تخيل احنا الموضوع حصل عندنا في مصر والناس بتشجع منتخب عربي، يا جماعه ايه اللي بتعملوه ده؟ انت مصر منافس مباشر والكلام ده. فابتدت الايه تتقلب، ابتدت الناس
تهاجمنا بقى في الملعب. وطبعا دي من اسوأ الحاجات اللي حصلت. يعني انا فاكر لما المغرب كانت البطوله عندنا في مصر، كنت لسه هقول لك، فاكر لما رحنا هل الماتش، تفتكر ماتش المغرب وكوتيفوار في استاد السلام؟ رحنا مع لما بعض. رحت انا وانت وكابتن سعودي. انا كنت على عكاز ساعتها، سعودي. كابتن سعودي، تحيه كابتن سعودي. انا ساعتها كنت عامل عمليه وبعكاز ورايح الاستاد بشجع المغرب، وكانت اكسبيرينس ممتازه وكانت حاجه جميله قوي. دي من السلبيات طبعا الشديده. عندي تاني برضو ملحوظه على التحكيم. التحكيم كان سيء جدا في البطوله، مش قصدي ان هو بيحابي لحد معين، بس حتى الفار كان في قمه السوء. يعني كور المفروض الفار فاهم يستدعي. اول حاجه الفار كان بيقعد كتير جدا. يعني في كذا كوره الفار قعد فيها من 3 ل 4 ل 5 دقائق. ايه التهريج ده؟ احنا ما بنشوفش الكلام ده. يعني ان الفار يقعد 3 4 5 دقائق ده حصل فعلا، وفي ماتشات غير ماتشات المغرب على فكره، في ماتشات تانية بره ماتشات المغرب. فانا شايف ان الفار كان وحش جدا في البطوله دي. في هاندبول على المغرب، في هاندبول سوري على نيجيريا في ماتش الجزائر ونيجيريا، في هاندبول وفي ضربه جزاء على المغرب في ماتش تنزانيا. في كذا حاجه كان الفار المفروض يستدعي الحكم، وكأن شيئا لم يحدث. طبعا الكره اللي حصلت في ماتش الفاينل، الاحداث اللي انت بتحكي عليها، البطوله كان هيحصل فيها مشكله كبيره. الجون اللي اتلغى للسنغال، الحكم صفر اصلا قبل ما تخش جول. الحكم يعني المفروض انت في زمن الويت اند سي اصلا، فانت بتسيب الكوره تخلص وبتصفر في الاخر. ده هو اول ما ابتدى ينكش معاه رحت انت اصلا مصفر. برضه لقطه الفار في الاخر، انا شايف ان البطوله تحكيميا كانت سيئه جدا، ورجعنا تاني بقى لمشاكل التحكيم الافريقي والى ذلك. بس عشان الخص اللي انا قلته، بطوله ملاعب ممتازه، خلينا نقول التنظيم كان كويس جدا. النقطه السيئه جدا نقطه التحكيم، وطبعا موضوع الجمهور والصحافه المغربيه اللي عملته معانا حاجه قمه قله الادب الصراحه. وده ينتو كده يعني. علاقه ده بالمنتخب؟ هل في علاقه؟ هل ده اثر بعيد؟ لا مش هحط اي شماعات يعني ولا لما حسام حسن طلع اتكلم وكلم الناس وشاور لهم والله بص يا رقباوي، اللي انا شفته في لقطه السنغال في 50 سنه ما خدوش بطوله. شوف شخصيه السنغال في المشكله اللي حصلت في اخر الماتش عامله ازاي. شوف شخصيه المدرب، شوف شخصيه الكابتن الثالث للفريق، لان هي الكابتنه مش شاره بس. ماني بكل اسطوريته في السنغال، هو مش الكابتن، هو كابتن رقم 3. شوف هو اللي اخذ اللقطه. هو اللي انا عايز اوصل له، الشخصيه مهمه جدا. فما تجيش تقول لي ان الاحداث اللي حصلت في المغرب اكيد ما فيش احداث زي اللي حصلت مع السنغال في اخر 5 دقائق. فما تجيش تقول لي ان كان في شويه تنشنه بين المدرب او تنشنه من الجمهور، ده اللي يخلينا بالشكل السيء اللي احنا انت خلصت عملت كده خلاص. حسام، رايك في تنظيم بطوله، هل ليه تاثير على المنتخب؟ ان شاء الله والف الف مبروك. ايه بص، لا يعني خلينا الجزئيه بتاعت التاثير على المنتخب دي بلح. بس انا عشان انا كان ليا اتصال مع واحد صاحبي عايش في المغرب، دي حاجه بقى من الكواليس اللي حصل معانا من جماهير المغرب، حصل بسبب هجوم السوشيال ميديا المصريه على ضربه جزاء بتاعت تنزانيا اللي ما اتشافتش، الحكم ما وقفهاش اصلا. فجت من هنا الهجوم علينا، اللي هو اكتر ناس اتكلمت احنا والجزائر. يعني المشكله اللي معاهم مع الجزائر اصلا دي مشكله كبيره جدا، والمصريين اكتر ناس اتكلمت على ضربه الجزاء بتاعت تنزانيا. فدي من هنا جت المشكله، والاعلام كله بروز الصحافه المصريه والجماهير المصريه اتكلمت على ضربه الجزاء دي. فمن هنا جه الهجوم بتاع الجماهير علينا، واللي هم بيحضروا المطوشه اللي هو هنوريكم بقى. التنظيم هايل جدا، ملاعب هايله جدا، بنيه تحتيه قويه جدا، ملاعب ورا اروع. نفسي اموت قبل ما اموت اشوف ملعب مصري عامل بالمنظر ده. لا يعني بصراحه تنظيم هايل جدا. القصه بقى اثرت عليك والكلام ده، احنا في 2025 اللي انا بخرج العب بره مصر عادي. 26 27 اللي انا بلعب بره زي جوه عادي. عادي، ده خلاص. يعني الموضوع ده انت بس عشان انت مانع جمهورك اللي هو يبقى مالي الاستاد، واللعيب يبقى عنده خلاص عنده ما عندوش خوف من اللي هو الجمهور يبقى مالي الاستاد. انت مانع الحوار ده. انت ما عودتش الجيل اللي طالع ده اللي هو يبقى قاعد المدرج مليان. احنا شفنا الكلام ده زمان يا قبول. ايوه، كان اللعيب بيستخبى لو عمل وحش ماتش ما ينزلش بعدها البيت. قسما بالله اللعيب بيبقى نازل ركبه بتخبط من الجمهور. صح. بيبقى نازل اليوم ده عامل 1000 حساب للجمهور اللي بره. لكن النهارده بقيت في رابطه محبين هم الوحيد شعر ابشر هيطلع التيشيرت السوالف عامله كده، الصور هنزلها على الراس اللي بعد الجون. جبت الجون وهعمل كده، والصاحب بيقول لك ايه بعد الجون بقى هبص لك وانت من بعيد بقى انت فاهم انا هعمل ايه. وكابتن كهربا انا قايل لك انا ايه ده تفاهاتنا. هنفضل مركزين في التفاصيل دي ان شاء الله الكوره المصريه ناجحه. بس ما انا هادي بقى، خليها بشياكه. طيب انا عاوز اسمع منك انت. هقول لك
انا فخور جدا ان انا مصري عربي افريقي. انا بتكلم بجد، والله العظيم بتكلم بجد. وانا بحب المغرب وبحب كل الدول العربيه، ومش هخلي اللي حصل ده يخليني اقول كلام غلط على دوله زي المغرب او اي دوله عربيه. فانا لو قلت حاجه عن اللي عملوا كده فانا بتكلم عن اللي عملوا كده بالتحديد، مش بعمم. خلاص. تنظيم البطوله كان حلو جدا، التحكيم كان زي الزفت، كان زي الزفت، ومش عارف ازاي التحكيم كان للدرجه دي، مما يجعلني اشك ان في شبهه. يعني انا في الاول، انا فاكر احنا في حلقه كنا بنتكلم هنا قلت لك انا متاكد ان مفيش توجيه للبطوله ناحيه المغرب، بس انا في الاخر ابتدي اشك، لان بقى في حاجات غريبه بتحصل. وماتشات فعلا مش بس اللي تخص المغرب، في ماتشات ممكن يبقى ليها يعني تاثير على مين يتاهل ومين ما يتاهلش وهكذا. الموضوع كان غريب جدا. اللي حصل بالنسبه لموضوع التاثير بقى على منتخب مصر، هو حصل تاثير، ولكن ما كانش المفروض يحصل تاثير خالص. يعني اللي حصل غلطات تافهه، وان احنا نركز فيها حاجات تافهه، ومش المفروض انها تقرب اصلا مننا. بعد تاني ماتش او تاني جوله، الاعلام المغربي والاعلام المصري الاثنين راحوا يتكلموا على ماتش مصر حصل فيه ايه وماتش المغرب حصل فيه ايه. الناس اللي بتحب تولع في الحاجه اللي ماشيه كويس، مستغلين ان هم عايزين يظهروا، ولعت الدنيا. واسهل حاجه دلوقتي انت تعمل فتنه والناس تمشي ورا الفتنه. هوب الجمهور ولع، مش كل الجمهور، الناس ابتدت تشجع. احنا ماتش تبقى بنلعب مين؟ انجولا. هوب بقى يشجعوا انجولا، ولا في ماتش بنين مش فاكر. بدات اكتر من فهوب حسام حسن يروح يكلمهم. حسام حسن هنتكلم بقى عن الناس والمدربين واللعيبه في الاخر نقطه في البرنامج، بس هو شخص ما بيعرفش ما يكلمش الجمهور، وما بيعرفش يتكلم اصلا. احنا قلنا كده مليون مره يعني. فمالكش دعوه بالجمهور يعني اتعامل مع الجمهور، لكن انت تروح تتكلم معاه. ده خلى ان هو كل ماتش بيقعد يعمل حاجه، وبعد كده يروح المؤتمر الصحفي يفسرها ويقول انا كان قصدي وانا بقول انا بحب المغرب، فعمل لغط، فالناس ابتدت ترد، فبقت دايره مفرغه، ما بقتش عارف الغلط جه منين وابتدى منين وهكذا. وصلنا لان احنا خرجنا بمنظر كان هيخلص عادي، بس بقينا باد لوزر لما طلعت بالتصريحات اللي انت قلتها بعد ما خرج. بالظبط. كان ممكن الموضوع يبقى احسن من كده بكتير. البطوله كانت ماشيه يعني اول جوله او دور المجموعات لما خلص احنا كلنا كنا فرحانين قوي. كل لدرجه واحد زي زيزو قال لك انا لو هقدر اشارك اللي انا ادفع اشتري تذاكر لجمهور المغرب يشاركنا. يعني هم الناس كانوا عايشين. هو بقى كان قصده وهو بيقول الجمله دي، يعني مثلا دي من جمله هو كان قصده يقول انا مبسوط جدا ان انتوا بتيجوا. أيوة مبسوط. ولو هدفع فلوس عشان تيجوا ما عنديش مشكله كده. الاعلام بقى هناك قال لك ايه؟ احنا عايزين فلوسك يا شحات انت. ايوه هي اتاخدت كل واحد فسرها على حسب ما عاوز يشعلها منين. بالظبط. بس طيب نخش في النقطه اللي بعدها. نخش في النقطه. والسؤال هنا بقى عشان ننجز، كاس العالم امتى يا حسام؟ شهر 6. احنا النهارده في شهر 1. عيد ميلادي في شهر 6. كل سنه وانت الله يخليك يا حبيبي كل سنه وانت طيب. بطوله اتوقع انها تبقى الاسوأ في كاس العالم ما بين 3 بلاد، كل بلد فيهم حجمها رهيب، امريكا وكندا والمكسيك. منتخب مصر داخل على كاس العالم. سؤال محدد، انا ابتديت بمين انا اتلخبطت. مش مشكله. شكرا. هل تتوقع ان الفتره اللي فاضله لحد كاس العالم في حاجه نلحق نعملها عشان تغير حاجه؟ ومتوقع تشوف المنتخب عامل ازاي في كاس العالم؟ طب هسألك سؤال. ايوه. ال50 سنه اللي فاتوا في الكره المصريه ايه اللي حصل فيهم اما يحصل من شهر 2 لحد شهر 6؟ والله ايوه بصراحه بقى بجد والله. يعني ايه اللي هيحصل؟ ما هو شهر 1 خلص. ايه اللي هيحصل من شهر 2 لحد شهر 6؟ غير ان احنا هنقابل السعوديه وهنقابل اسبانيا واحتمال البرازيل ومخبينا مفاجاه ثانيه مش عايزين نقولها. يعني ماشي. فايه اللي هيحصل؟ مفيش حاجه بتحصل. كابتن حسام ربنا يسترها معاه ويفضل موجود في المكان ده. دي اول حاجه انت بتقولها ده. كابتن حسام هيكمل؟ بص انا ليا تشبيه في حسام حسن. يعني أيوة. انا عارف التشبيه ده ممكن يكون صعب جدا. انا حسام حسن بالنسبه لي لعيب، بالنسبه لي اسطوري قوي والله ما بهزر. لعيب انا من ضمن الناس اللي خلتني احب الكوره. حسام حسن ده بالنسبه لي اسطوري، بشبهه زي مارادونا اما كان في الارجنتين، اللي كان الجمهور كله كان بيطالب ان مارادونا كان يمسك المنتخب. فما اتمناش اللي هو يخرج بالمنظر اللي خرج منه مارادونا من المنتخب. مارادونا برضو يعني اتطرد من المنتخب، ما قدمش حاجه. فما اتمناش ان حسام حسن يخرج بالمنظر ده، لان ده اخر كارت ممكن يدرب مصر، اخر مدرب مصري ممكن يكون هو اللي يقدر يمشي مع المنتخب. اتمنى ان هو يمشي على نهج حسن شحاته ومحمود الجوهري. اتمنى ان هو يبعد عن قصه التصريحات، ما يتكلمش. هو فاشل في مواجهه الاعلام، فاشل قدام الكاميرا، قد يكون ناجح في التدريب. ابعد عن مواجهه الكاميرا، ولي اللي يقدر يواجه الكاميرا. مين؟ اي حد، منسق اعلامي، اي حد.
اي حد في الجهاز يتكلم، مش شرط يا كابتن تطلع. يعني ابعد عن القصه دي عشان تنجح في الحته اللي مصر هتعمل ايه في كاس العالم؟ متوقع حاجه؟ لا اله الا الله، لا اله الا الله. يا رب نصعد، يا رب نصعد ان شاء الله. كده كده ماتش نيوزيلندا مضمون. كده كده هنكسب السعوديه. لا يعني بص اقول لك بقى اللي هو مصر يقول لك ايه، هنتعادل مع، هنكسب نيوزيلندا ونتعادل مع ايران ونخسر من بلجيكا كده صعدنا. وارد نصعد. هل صعودنا، خلينا برضو نوصل للقرار اول حاجه، هل صعودنا بالمجموعه نجاح؟ هل المنظومه هتتبروز اللي هي نجحت؟ نجاح للاسف. ما هو للاسف هيجي واحد قاعد على الكرسي هيقول انا كريدت معايا ان انا مصر صعدت، كريدت معايا ان مصر صعدت من مجموعه كاس العالم. لا يا جدعان، احنا بننجح بالصدفه. احنا مش بننجح على الترتيبات اللي انا جبت ابني ربيته كويس، دخلت مدارس كويس، علمته كويس، علمته لغه كويس، اديته كل ما يخص التعليم، دخلته جامعه كويسه، قلت له خش بقى في طريق النجاح. انا ما عملتش كده مع الكره المصريه. احنا بننجح بالصدفه. هنعمل ايه في كاس العالم؟ خلي الصدفه تورينا ايه اللي هيحصل معانا. رب جميل. بالظبط. كابتن مصطفى، لحد كاس العالم ايه اللي مطلوب مننا؟ مطلوب مننا عشان نوصل لايه؟ نصلي كتير. يعني طبعا ان شاء الله الصلاه طبعا محتاجين نصلي كتير. باشا احنا فاضل 3 شهور ونص او 4 شهور. قلت لي معاذ ال4 شهور دول جواهم اشتعال ساخن في الدوري. انت بقى على فكره احنا يعني هننسى بقى كل الكلام ده ونركز بقى، احنا الدنيا سخنه. احنا فاضل حوالي 6 او 7 ماتشات في الدور الاول في الدوري، والجزء الثاني في اللي هم التوب 7 هم 6 ماتشات هيتلعبوا اصلا ما حدش شاف قدامه. فما فيش حد هيفكر في اللي انت بتقوله ده اصلا، كله دلوقتي نفسي. بطوله افريقيا ابتدت اهي او الكونفدراليه، وماتشات الدوري مفيش وقت او مفيش اصلا فرصه حد يقعد يفكر هنعمل ايه. احنا خلاص هنركب الزحليقه دلوقتي ونركز في الدوري. عندنا اهو اجنده في شهر 3 لما تيجي يا عم نلعب ماتشين الجمال وهنعمل خناقات جميله وهنرجع تاني نكمل عشان خلاص هيبقى الدوري بيخلص. مفيش اي حاجه جديده ممكن تتعمل. اللي ممكن يحصل لو انت بتقول يعني ممكن يحصل اي ابديت، ربنا يبارك في احمد عبد المنعم ويرجع خلاص. ايوه ده مهم جدا 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 جدا. ويكون في حارس مرمى. يعني انا وجهه نظري شوبير ياخد فرصه هو اللي يلعب كاس العالم. اللاعب اللي كان مستواه وقع يرجع. يعني انا محتاج صلاح ومرموش يجيبوا فورمه في ال4 شهور دول. يعني لازم التارجت بتاعهم ان انا اطلع من الضياع اللي انا فيه عشان اخش كاس العالم وانا فورمه. مش هخش كاس العالم بفورمه اللي انا دخلت بيها بطوله افريقيا. حسام حسن لازم يكمل. انت لو جبت مين هو مجهز الشماعه لما يعك في كاس العالم، ما لحقتش. انا بقالي 3 شهور حضرتش غير معسكر واحد ومعسكر اللي قبل كاس العالم. فانت ما ينفعش تجيب واحد عنده العذر قبل لما يجي يخسر. حاجه بس ثانيه هقولها هنا، انا نفسي مدرب يغلط ويتعلم ويغلط ويتعلم وبعد كده يكسب. انا اخر بطوله يعني اخر 4 بطولات افريقيا كل بطوله داخلين بمدرب جديد. اللي انا شفته من ساعه ما وعيت على الكوره المره الوحيده اللي مدرب كمل البطوله اللي بعديها هو حسن شحاته عشان كان بيكسب. لكن هو لو ما كانش بيكسب ما كانش هيكمل. شوف اي مدرب نجح مع المنتخب خسر بطوله واثنين ونجح. لسه شايف احصائيات ديدي شون مع منتخب فرنسا، الراجل بقى له 10 سنين. ديدي شون انا اسف طبعا للجمهور يعني 10 سنين مش واخد غير كاس عالم ودوري اوروبيه. ده الطبيعي يا جماعه. بتخسر وتتعلم وبتخسر وتتعلم، هو ده المنطقي. فهو يكمل. هنعمل في كاس العالم طبعا بالحاله اللي انا فيها دلوقتي صفر تفاؤل، بس هنعيش على ان احنا هنخش على البطوله ونروح ونودي ونحاول نخطف نقطه وفي احسن توالت وفي قصه. لكن دلوقتي طبعا ما شكرا يعني. بلدنا في يوم الماتش. اتفضل يا كابتن خروج. والله يعني متفق معاك جدا. غير متوقع اي حاجه حلوه في كاس العالم، غير تاني بالصدفه وبالتوفيق ومجهودات فرديه. غير متوقع اي حاجه في كاس العالم ومش هنعمل حاجه زي ما انت قلت. احنا محتاجين حل جذري ومفيش وقت احنا نعمل حل جذري. كاس الامم الافريقيه بالنسبه لي ورتني عيوبي ومميزاتي، وعرفت ان عيوبي عميقه قوي محتاجه شغل كتير وقت كتير. احنا مش احنا اصلا مش هنبتدي لان ما عندناش حد يفكر كده. احنا في اخر واحد يا معلم. البطوله كمان 4 شهور. هنعمل ايه مش هنبتدي. انا نفسي اعرف رؤيه 2038 دي هتبقى ايه. هتبدا من بعد كاس العالم. انا عايز اعرف هي ايه. انا نفسي اعرف بغض النظر ايه هي رؤيه 2038. معلش انا اسف، بغض النظر عن الرؤيه اللي بيقودها كابتن وائل رياض. انت متخيل البؤس؟ انت متخيل الموديل اللي انت بتبني عليه؟ هو يعني بغض النظر عن الاسماء والله يعني انت خلي بالك من حاجه، لو كنت جبت لك اسم تاني كنت هتعترض برضه. هو في اسماء كتير قوي موجوده. انت فاكر لما كنا بنتكلم على الناس اللي معاهم الرخصه التدريبيه في مصر كام واحد مش عارف؟ ما فيش اصلا. كابتن ايمن
انت بتحب انت كابتن ايمن رمادي ده بتعزه قوي. عامة موضوع كاس العالم مش بس انا متضايق ان انا بقول كده. يعني انا بجد انا كل المتوقع كل اللي مستنيه احنا نلعب حلو. ان احنا مثلا نفتكر ان كابتن حسام حسن في ماتش كوت ديفوار عرف يعمل خطه وعرف يطلع احسن ما في اللعيبه فعرفنا نكسب، وفي حاجات حصلت في الماتش ساعدته. جه طبق نفس الكلام شويه في ماتش السنغال، لا قدامه منافس اقوى بكتير اشرس بكتير مش بيغلط زي كوت ديفوار وذكرك جدا فقفل لك الدنيا. فانا موافق جدا ان هو يغلط ويتعلم، بس مثلا في غلطات معينه كده. يعني مثلا ممكن تبطل تعتمد على نفس الجهاز المعاون اللي هو مش جامد قوي. هو صفر. يعني احنا جهاز المعاون ده انت مكمل بيه ليه بجد؟ صفر. كابتن محمد واحد بحبه جدا. كابتن سعفان الصغير بحبه جدا. صفر يا جماعه. ده مش جهاز معاون. معلش كابتن سعفان يعني مش ممكن يعني. الراجل تافه. غير الجهاز المعاون انت قلت ان هو يغلط ويتعلم. هو حسام حسن من قبل دخل البطوله احنا كنا خايفين منه في التكتيك، لقيناه لعب بتكتيك حلو في كوت ديفوار قلنا هو بيتحسن في التكتيك، لقيناه لعب نفس التكتيك في السنغال قلنا انت خلاص جبت اخرك. فهو يغلط ويتعلم يغلط، في امل ان هو يتعلم. في امل، بس انا مش شايف منه اماره حتى الان. هو لما بيتكلم هو عايز يتعلم بقى. ما هو نسيبه يتعلم. ما ازاي هتسيبه يتعلم؟ مين بيعلمه؟ ما فيش التجربه بتعلمه. عامه انا كده عايزه يكمل. كده انا عايزه يكمل ان شاء الله. طيب للاسف انا مش مبسوط ان انا داخل على كاس العالم بالمنظر ده. نختم بقى باهم لقطه بالنسبه لي ونبتدي المره دي بكابتن صحاب. رساله الى لاعب او مدرب في منتخب مصر، ممكن كذا واحد، تحب تقول له ايه وليه؟ رساله الى لاعب، رساله الى صديقي محمد صلاح مثلا. رساله الى صديقي محمد صلاح. لا استنى محتاج اجهز بس عشان مش مجهز. اخش بحسام. رساله الى لاعب ومدرب او اكتر من لاعب واكتر من مدرب. بص انا برضه هعيد نفس الرساله تاني. كابتن حسام ركز في شغلك، ابعد عن التصريحات الاعلاميه، ابعد عن الكاميرا، حاول تبعد عن اي مواجهه لاي تصريح، ركز في شغلك بس. ان شاء الله ربنا يوفقك على قد تعبك. رساله اللعيبه بقى، يعني لو شخصنت اللعيبه وركزت مع لعيبه كتير، لا في لعيبه هحرق معاك كتير قوي. يا عم احرق، هم هيجوا يضايقوا منك. ما تحرق. لا هحرق مثلا مع واحد انا بحبه قوي. ليه؟ كابتن احمد السيد زيزو. ايوه يا دي كابتن يا دي حرقتنا والله يا عم. انت ما قلتش غيره يا عم. لا هو لازم يقعد من الوقفه مع نفسه. النهارده في ماتش الاهلي هو برضو مازال بعيد عن جدا عن مستواه. النهارده يا جماعه كان ماتش الاهلي وجنوب افريقيا. أيوة. عشان كده حسام هو جدا بعيد عن مستواه، صح ولا انا بتكلم غلط؟ يعني البطوله هو كان بعيد عن مستواه. هو لا في اخر السنه في الزمالك، اخر سنه ونص كان بعيد عن سنتين في الزمالك هو بعيد عن مستواه. لازم يقعد من الوقفه مع نفسه. تريزيجيه كان بعيد جدا. معلش انت جبت جولين النهارده، انت كنت فين يا حماده في البطوله كلها؟ انت كنت بعيد جدا. انت عشان بتلاعب مستوى بعيد عن اللي انت كنت بتلعبه في القاره في البطوله، فاكيد هتظهر ان انت كويس والتوب والار 2 والكابتن والشو ده ماشي. لا في لعيبه. طب شخص الامور مع تريزيجيه وزيزو. انا بحب امام. عاوز امام يرجع لفورمته. عاوز امام يرجع الفورمه بتاعته اللي هو بياخد الكره وبيعدي وبيفوت ومراوغات والشوط. محتاج امام يرجع للفورمه. محمد عبد المنعم عودته مهمه جدا. عبد المنعم من اهم اللعيبه اللي بتعرف تبني بيها بدايه اللعب. لا يعني محتاج باك شمال، محتاج باك يمين. نفسي اشوف لعيب. انت محتاج منتخب تاني. محتاج والله نفسي لعيب يبهرني يطلع كده صدفه. يعني نفسي هنجيب لك منين يا صاحبي؟ حمزه عبد الكريم. انا نفسي اشوف مثلا ما قدامك اهو. حمزه عبد الكريم اللي ربنا يكرمه وتم احترافه على خير، نفسي اشوفه في قائمه المنتخب. يعني ده يبقى بالنسبه لي. طب ازاي يا حسين؟ هسيب صلاح انجاز. واروح اجيب كابتن حمزه عبد الكريم. ايوه ده بس لي ان انا كده ببني على لعيب. شوف يا بس على الرقابات في لعيبه 4 لعيبه مثلا في قائمه المغرب اللي كانوا بينزلوا. اللعيبه دي كانت في منتخب الشباب. كانوا في الشباب فدخلوا واحده مع الركراكي. هي ليه حمزه عبد الكريم مثلا ربنا يكرمه في انتقاله اللي انتقاله ده؟ انا مثلا ده لو لعب ماتشين 3 انا لازم اضمه. ده لازم يبقى من ضمن خطه 2038. ايوه هو ده بيدرب. ايوه شاف سيراميكا. ايوه يعني ده واحد ايوه ما هو انا بتكلم بجد والله. ده لعيب لازم اللي انا ابني عليه. واحد زي بلال عطيه راح يحترف في المانيا دلوقتي من ضمن المنتخب اللي هو كان مع الكابتن احمد الكاس. ال6 شهور ده لازم. انا ما اعرفش ازاي الناس دي تبقى معانا.
الناس دي لازم ابني عليها، الناس دي لازم اشوفها، مش لازم اعتمد على تريزيجيه اللي عنده 33 سنه وصلاح اللي بقى عنده 33 سنه وخط. انت عندك قائمه كامله يعني من اول الحارس لحد الهجوم لعيبه كسرت 33. امتى هدخل لعيبه صغيره؟ امتى غير في الوقت ده؟ صح ولا انا بتكلم غلط؟ لا هو احنا كنا غالبا اكبر اعمار في البطوله، مش فاكر، بس احنا كنا انت اكبر. بقى عندك اقول وفي لك احصائيه تانية عجبتني ان احنا اقصى زمن مسكنا فيه كوره في ماتش السنغال كان 6 ثواني. اتكلم عن نفسك. انت لو عندك مشاكل في كده يا عم بهزر يا عم. لا والله يعني فرحان بجد والله اللي انا النهارده اشوف جورنان في الدوري الالماني جايب واحد زي بلال عطيه بيقول لك جوهره في الدوري المصري. الدوري الالماني لا يعني ده جايبينه، ده بيقول لك ده جوهره طالعه من الدوري المصري فتحترف. انا مش عارف هم شافوه ازاي بس مش مشكله، ربنا يوفقه. لازم اشوف لعيبه ادور عليه. تقول لي بقى اللعيبه، لكن احنا نخرج من دوري من كاس الامم نقعد بقى ايه اللي انا انبش كده زي القطط واقول لك اللعيبه مزدوجه الجنسيه واجيب كلام بقى توه بيه الناس اصل ده كان لا هو عامه دي حاجه حلوه بس انت انت مش هتعرف. انت بتقول اي كلام تشغل الناس. نفسي نبطل نقول بص العصفوره رحت مع العصفوره بس احنا هنلعب زي ما احنا يا اولاد. انت رحت خلاص احسن خلاص خلينا زي خلاص. رسايلك. بص انا هدي رساله واحده. انا عايز العب كوره في كاس العالم. لا رسائل ما هي رساله، ما هي دي رساله يا كابتن حسام حسن. عايزين نلعب كوره. كده كده احنا مشوارنا قصير في البطوله، خلينا نتكلم بصراحه. كده كده مشوارنا قصير، مشوارنا يا اما 3 ماتشات يا اما 4 ماتشات. مستحيل يبقى اكتر من كده. ما خلي بالك برضه يعني لازم تبقى ايه عارف حدودك ايه. فيا اما العب ال3 ماتشات دول واطلع اسقف اول عملنا اللي علينا، جبنا اخر العداد وخرجنا، يا اما هنخرج بالطريقه بتاعت ماتش السنغال 5 و3 و1 و1 وقاعدين بندافع وبنخسر في اخر الماتش 1-0 وبنلعب كوره سيئه. انزل العب كوره مفتوحه، توازن طبيعي جدا، بس العب كوره هجوميه. ساعتها هنطلع مبسوطين. احنا في كاس القارات خسرنا من البرازيل وخسرنا من امريكا، طبعا كسبنا ايطاليا حاجه اسطوريه. كابتن محمد حمص، ربنا تحيه للكابتن محمد حمص، وما تاهلناش. ودي شايفينها احسن حاجه عملناها في حياتنا، مع اننا ما تاهلناش بس ايه اللي عملناه؟ لعبنا ماتش لعبت حلو. كوره. صح هو ده المطلوب. هو انت ليه بتخلص يا ريس؟ الساعه انت ابتدى ما يتكلمش بوقه. طب مش عارف. طب انا يلا خمار رسالتك. عندي انا عاوز رساله ناريه اه من كابتن رخاوي. حاضر. انا عندي رسائل كتير بصراحه، ناريه ناريه جدا. رساله مبدئيا الى حبيبي ملايين كابتن محمد صلاح، صديقي محمد صلاح. بص يا استاذنا، انت سيد الناس وانت احسن محترف في تاريخ الدوري المصري، في تاريخ قصدي الكره المصريه، ولكن انت مش الشخص اللي شايل المنتخب. ليه مصرين نحط صلاح في شخص ان هو يشيل المنتخب ونقارنه بميسي وكريستيانو؟ ليه مصرين كده؟ روماني. ما هو ده اللي انا كنت لسه جاي فيه بقى. محمد صلاح هو شخص كويس جدا، لعيب كويس جدا، ولكن مهاراته وطرقه الفنيه حتى في ليفربول في مشواره الاحترافي يعني مش الشخص اللي يشيل فرقه. هو شخص بيعمل حاجات معينه، شخص عنده امكانيه ان هو يخلص مشاوير سريعه ضيقه، جون، اسيست، حاجات. زمان كان شخص يمتاز بالسرعه، ولكن هو مش الشخص اللي يجري الملعب كله زي ماني. هل ده ظلم ان احنا نقول كده؟ مش ظلم، هو كده، بس احنا نعامله على هذا الحد، نديله حجمه. حجمه مش صغير بس حجمه خلاص، وهو يدي نفسه حجمه. انا هي دي مشكلتي. انت عملت حاجات هايله، انا في وسط البطوله كنت بقول صلاح ما يطلعش الملعب لانه بيعرف يعمل لقطه، وانا لسه مكمل في الكلام ده، ولكن مش اكتر من كده. مش عايزك تفتكر ان انت اسطوره المنتخب لا، انت لو انت عايز توصل لده عندك اكتر بكتير تعمله. تنزل تاكل النجيله، لكن طول ما الابتسامه الساحره ودي مصر والكلام ده كله بيجيب معانا، لا. انت ممكن تقارن نفسك بفيجو في البرتغال اللي هو كان لعيب كويس جدا ولكنه مش كريستيانو يعني. تقارن نفسك بالاسامي دي اللي هي كانت حاجه كويسه في الجيل بتاعها، ولكن خلاص يعني. رساله الى كابتن محمد الشناوي. بعشقك. بحبه قوي 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 حقيقي، بحبه بجد يا كابتن الشناوي. احنا بجد ما اعرفش انت ساحر الناس ولا ايه. خلاص يعني انت عملت حاجات هايله، ولكن انا اسف فنيا ككارير دورك خلص. انت ما بتحسنش، بقالنا كتير قوي بنحاول، ولكن في كوارث حصلت في البطوله، رساله الى صديقي مصطفى محمد.
مين؟ مصطفى محمد المهاجم بتاعنا. التلات ارباع. ربع. الربع. انا مش عارف انت عايز ايه يعني. انت اكيد يعني معلش، هو كابتن حسام حسن ما اعتقدش ان هو كان سيء قوي درجه، يعني هو لمصلحه حسام حسن ان يكون في منتخب، يعني يكون في قصدي مهاجم المنتخب، كونه ما لعبش بالمهاجم، فده معناه ان هو فعلا ما كانش بيأدي كويس في التمرينات. يعني انا مش بس هجيبها ان هو مشخصن الامور مع مصطفى محمد، مش هجيبها كده بس، ولما شفناه هو مش بيأدي كالشكل المطلوب منه. فلا، راجع نفسك، احنا محتاجينك. واخر رساله هي لكابتن حسام حسن، مش عارف اجيبها لك ازاي يا كابتن حسام، بس انت فعلا سيء جدا في الكلام مع الاعلام. محدش بيخسر ويطلع يقول احنا سبعه، احنا العرب وام افريقيا والكلام ده كله. احنا الكلام ده كله مش محتاجين نقوله. احنا شخصيتنا وسمعتنا مش ان احنا نفضل نردد في الكلام ده. احنا اكبر من كده بكتير قوي. ورساله الى ركراكي، معلش بحب قوي، انت فرحت كل العرب لما خسرت الفاينل. للاسف يعني انت كنت قلت انا مش فارق معايا العرب، وانا لما بلاقي امثل العرب ولا امثل افريقيا، بس انت بصراحه فرحت كل العرب وانت اللي عملت كده، فشكرا جدا ليك. اعتقد ان احنا كده فصصنا كل حاجه ليها علاقه ازاي بطوله كاس الامم الافريقيه تورينا حال الكره المصريه، صح؟ كلام محترم. عايز تقول حاجه تانية يا كابتن مصطفى السحار؟ يعني قلنا وفينا وكفينا. حلقه طويله بس للاسف عشان بنتكلم عن موضوع كبير، والحلقه دي مش عشان نتكلم عن بطوله الامم الافريقيه، الحلقه دي عشان نشوف حال الكوره ممثل في بطوله نعرف نتكلم فيها. عايز تقول حاجه؟ حلقه جميله جدا وحلقه تلخص البطوله بالاحداثها بكل تفاصيلها. واكيد واحنا بنتكلم مش بنتنظر على الكره المصريه ولا بنتنظر على حد فيها، احنا عشان يعني بحكم سننا اللي احنا شفنا نجاحات كتير قوي حصلت، فبنتمنى نشوف مصر على طول في الكوره في التوب ليفل. يعني ده بنتكلم من النبع اللي احنا على طول بنحب نفرح في الكوره. مظبوط. فدي حاجه. وتاني حاجه بقى انا عاوز اشكر الناس اللي شاركتنا بارائها. بشكر جدا 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 كل الناس اللي شاركتنا بالفيديوهات وبارائها. كل واحد عنده راي مختلف، وجهه نظر مختلفه، احداث البطوله من وجهه نظره بتفاصيل معينه. بشكرهم جدا على وجهه نظرهم، واللي هو خصص جزء من وقته اللي هو يشاركنا بالفيديو ده. صح جدا، انا برضو بشكركم جدا. الجزء الثاني من الحلقه هيبقى ان الناس المتابعين الجمال لقعدة كوره شاركونا بارائهم في ازاي شافوا كاس الامم الافريقيه وازاي ده مرايه حال الكره المصريه. فهنسيبكم مع الجزء الثاني من الحلقه وهو اراء الجمهور في اللي حصل الفتره اللي فاتت. شكرا جدا، ما تنسوش الفولو، سبسكرايب. السلام عليكم. شكرا، مع السلامه.